صبحت عليكم بالخير والهنا. حباب زينة القعدة، جبت لكم اليوم وصفة الكروكي الجزائري. هي وصفة تقليدية لكن عملت فيها بعض الإضافات اللي نقدروا نستغناو عليهم. أنا مديت لكم الفكرة وانتم على حسب الموجود في البيت. خفيف ريشة وتخي بيان كروكون. تبعوا معايا المقادير. عندي 4 بيضات، كاس زيت، كاس سكر، قريصة تاع الملح، مبشور الليمون وكميشة تاع مكسرات يكونوا ملحيين خشان. عملت معاهم شوية زبيب. هنا عندنا قطع صغيرة نتاع مشمش مجفف، انا ما عملتهمش في البيت، ما يحبوهمش. نخلطوا مليح المقادير ونحكوا دون فاسون ندوبوا فيها السكر. هنا ضفت شوية فانيلا ونخلط مليح ونبدا نغربل الفارينة تاعي مع ساشي تاع خمارة كيميائية. نخلطوا باطراف الاصابع كما راكم تشوفوا، ما نعجنوهاش حتى نتحصلوا على عجينه طريه. نبسط لي بودان تاعي في البلاطو ديالي ونعمل فوقه شويه صفر تاع البيض، كنت خلطت فيه شويه قهوه. نخبشها بالفرشيطه ونزيد لها من الفوق شويه سكر كريستاليزي مع شويه لوز افيلي. ندخلو للفرن على درجه 180 درجه حتى تحكم روحها مليح وهي سخونه نقطعها. هنا كاين اللي يحب يخليه هكذا، ولا تحبوا تزيدوا تحمروه كما حطيتوه هكذا في البلاطو. وشهيه طيبه.